السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. فتاة إيتاي البارود قبل إنهاء حياتها كتبت: ابن عمي اتحرش بيا وأبويا ما صدقنيش. آخر كلمات كتبتها علياء قبل إنهاء حياتها. وعليكم بعض التفاصيل حول واقعة الانتحار. ابن عمي الكبير اتحرش بيا وأنا صغيرة، ولما قلت لأبويا ما صدقنيش. كان هذا آخر ما كتبته أحد الفتيات بمدينة إيتاي البارود، وتدعى علياء عامر 24 عاما، قبل أن تنهي حياتها قفزا من شرفة منزلها بالطابق الخامس في واقعة مأساوية هزت مدينة إيتاي البارود مساء السبت، بعد أن دونت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة مأساوية ذكرت فيها أنها تعرضت للتحرش على يد ابن عمها عين ميم. وحين أبلغت والدها بالواقعة رفض تصديقها، الأمر الذي دفعها لإنهاء حياتها. وودعت الفتاة الحياة في الحال بعد أن أنهت حياتها بقفزة من شرفة منزلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بمدينة إيتاي البارود. وتحولت صفحة علياء لسرادق عزاء، وأنهالت مئات التعليقات بالدعاء والرحمة للفتاة التي لقيت مصرعها مساء السبت. وأعرب أصدقاء الفتاة عن دهشتهم وصدمتهم بوفاة صديقتهم، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة. ده كان فيديو النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.